في بيوت بتبقى عادية من بره، بس جواها حكايات تتحكي بالهمس بس. النهاردة أنا هحكي لك عن بيت اللي يدخله ممنوع يجيب مراية، وأي مراية جوه لازم تتكسر فوراً. البيت ده في منطقة اسمها سرايات بدر، فيلا قديمة من الطراز الإنجليزي مبنية من سنة 1924، وكان أول حد سكن فيها باشا كبير من أيام الملك فؤاد اسمه مراد بيه الحنفي. كان راجل غني قوي ومعاه مراته وبنتها الوحيدة لبنى. والباشا كان عنده هوس بالمرايات، كل أوضة في البيت كان فيها مرايتين 3، حتى الحمام. وخصوصا مراية واحدة كانت في الريسبشن، مراية كبيرة بروازها من ذهب وأصلها من إيطاليا، والمراية دي هي بداية كل حاجة. وفي يوم الخدامة جريت على الباشا بتصرخ: الحق يا بيه، البنت مش في أوضتها. دوروا عليها في كل مكان بس ما لقوهاش، كأنها اتبخرت. بس لما مراد بيه دخل الريسبشن وقف مصدوم، لقى لبنى جوه المراية واقفة ساكتة وعينيها بتدمع بس مش بتتحرك. وبعدين اختفت قدامه. جن جنونه، قعد يصرخ وكسر المراية دي بإيده، بس الدم نطر في وشه. من ساعتها البيت اتقفل واتقال إن الباشا انتحر وإن لبنى ماتت، بس الحقيقة محدش لقاها لحد النهاردة. وعدى الزمن، وبعد سنين طويلة في بداية الألفينات ظهر واحد اسمه عم محسن، راجل بسيط على قده، كان شغال في الورشة وقرر يشتري بيت يعيش فيه هو وبنته الصغيرة ملك. لقى إعلان فيلا قديمة للبيع بسعر لقطة، 3 غرف وريسبشن وحديقة، وسعرها نص تمن شقة جديد. وقال لك الفرصة ما تتفوتش. راح وعجبته واشتراها ونقل على طول. أول أسبوع كان كل حاجة عادية، بس لاحظ حاجة غريبة. ملك بنته الصغيرة كل يوم قبل ما تنام تقف قدام المراية اللي في الريسبشن وتتكلم. سألها: بتكلمي مين يا ملك؟ قالت له: بلعب مع صاحبتي. قال لها: اسمها ايه؟ قالت له: لبنى. اتجمد في مكانه، افتكر الإعلان واسم البيت وبدأ يدور، ولقى قصة الباشا وبنته وإن لبنى اختفت جوه المراية. بس قال يمكن دي صدفة، يمكن بنتي بتتخيل. لحد الليلة دي صحي الساعة 2:30 الفجر على صوت ضحك بنته من الريسبشن. نزل بسرعة، لقى ملك واقفة قدام المراية ظهرها ليه وقاعدة تضحك وتقول: طب استني أنا كمان هدخل. وجسمها بدأ يقرب من المراية لحد ما وشها دخل جوه فعلا. جري عليها وشدها بالعافية، وبمجرد ما شدها ظهر وش تاني، وش لبنى. بصله بنظرة كأنها بتتوسل، وبعدين وشها تحول لجمجمة واختفت. في اللحظة دي عم محسن جاب شاكوش وكسر كل المرايات اللي في البيت، ومن يومها والبيت بقى متحرم عليه المرايات. قولي بقى، تعمل ايه لو دخلت بيتك ولقيت بنتك واقفة قدام المراية وبتكلم حد؟ هتشدها ولا هتستنى تعرف مين اللي معاها؟ لحد هنا أنا خلصت حكايتي، لكن حكايات القناة ما بتخلصش. معانا حكايات كتير وأجمل وأجمل،
لو حابب النوع ده من القصص تابعنا واعمل اشتراك في القناة، ولو عجبتك القصة دي اعمل لنا لايك، وما تنساش تعلق وتقول لنا رأيك في القصة علشان نطور المحتوى بناء على رأي حضرتك. سلام.